السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح النهاردة هيكون عن تحديث واتساب الام او بدون ربط جهاز، وتم تحسين ميزة ربط الأجهزة والنسخة بمميزات جمدان. فكل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البداية للنهاية، وما تنساش تعمل اللايك الجميل والكومنت الحنين وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعار تخمين. ويلا بينا على الشرح. طب يا صديقي، النسخة بتفتح معاك بالشكل الجامد دوت. طبعا دي الخلفية دي اللي أنا هعلمك ازاي تحطها، بس خليك ركز معايا. عندك هنا أول حاجة المجموعات والتحديثات والمكالمات والمجتمعات. عندك هنا أول حاجة اللي هي ميزة إخفاء الشتات، وعندك طبعا الوضع الطيران، وعندك طبعا الوضع الليلي، وعندك وضع الشبح، وعندك طبعا اللي هي ميزة الحساب، وعندك هنا التلات نقط دول اللي هي الخصوصية والتحديثات والإضافات وجدولة الرسائل والرد التلقائي والمجموعات وقراءة الكل والمميزة بنجمة والرسائل دي كلها. عندك هنا طبعا لو دخلت على الشات، عندك هنا طبعا شكل الشات حاجة جمدان. عندك هنا بقى لو ضغطت على الإعدادات دي، عندك هنا الخصوصية، وعندك هنا طبعا انشر ستوري، وعندك هنا طبعا خلفيات متحركة. يعني حاجة أقسم بالله جامدة جدا. تمام، ادي أول خلفية. وعندك طبعا خلفية كمان وخلفية كمان، وتقدر انت طبعا تحط خلفية فيديو أو تقدر انت تغير الخلفية براحتك. تمام، ده عندك طبعا اللي هي الخلفية الثابتة. طبعا لو رجعت كده خطوة لورا ودخلت على الإضافات، عندك هنا بقى الإضافات شكل جمدان. ده أول طبعا ده تحديث نسخة الأم أو، بس أنا مغير لك الشكل بتاعها، بس هي بشكل جمدان وإضافات جمدان. فركز معايا في الشرح. عندك هنا طبعا أول حاجة الحماية والخصوصية، إخفاء آخر ظهور، تجاوز المشاهدة مرة واحدة، إخفاء أن رسالة محولة، والإعدادات البلس الباقي. تمام، عندك هنا بقى أنا السمات طبعا النسخة فيها سمات حاجة أقسم بالله جمدان. عندك هنا بقى أنت تقدر تطبق أي سيم. طبعا السيم اللي يعجبك، مثلا أنت عايز تطبق السيم ده أو السيم ده، تعمل تنزيل وهو هيثبت معاك لوحده. تمام، وبعد كده لو عايز بقى أنت تفعل اللي هي الخلفية دي، هتضغط على اللي هي الألوان دي، وبعدها تضغط على الخلفية، وبعدها تختار على اللي هي كلمة صورة دي، وطبعا وهتلاقي الخلفية اتفعلت معاك في الواجهة. وعندك هنا طبعا اللون موحد، وعندك هنا طبعا خلفية القايمة، وعندك هنا طبعا الستايل والشكل. طبعا لو انت عايز تفعل شكل الايفون وخط وايمو ايفون، هتضغط على اللي هي التانية دي. تمام، هتبدأ ان انت تنزل كده الملف، وهتبدأ ان انت تضغط عليه كده. طبعا كده وضع الايفون يشتغل معاك. وعندك طبعا لو عايز تخلي خط ايفون، تمام، هتيجي مختار نوع الخط كده، وهتيجي مختار اللي هو اول خط عربي. طبعا بس كده تلاقي فعل وضع الايفون معاك. عندك هنا طبعا اخفاء الوسائط من المعرض، اخفاء الصور من المعرض، وعندك هنا مقاطع الفيديو اخفائها من المعرض، وعندك اخفاء صور جيف من المعرض. طبعا لو رجعت كده خطوة لورا، عندك طبعا النسخ الاحتياطي والإعدادات. عندك بقى الشاشة الرئيسية، عندك هنا البار العلوي، عندك بقى ستايل التنقل. طبعا انت مثلا عندك هنا ستايل التنقل، برضو التنقلات هتبقى اللي هي بشكل الاي او اس اللي هي شكل الايفون. وعندك هنا بقى الاسطر ستايل بارد قصدي. عندك مثلا هنا لو رجعت خطوة لورا ودخلت على الاسطر، عندك هنا بقى ستايل الشاشة الرئيسية. انت مثلا عايز المحادثة يكون شكلها عامل ازاي، فانت بقى تختار اللي يعجبك. تمام، ده هنا بقى عندك ان الانماط الاتصال السريع، وعندك هنا طبعا الزر العام، وعندك هنا الحالات. طبعا كده لو رجعت خطوة لورا ودخلت على اللي هي شاشة المحادثة، طبعا عندك هنا البار العلوي. عندك هنا بقى إخفاء صورة الشخص من شاشة المحادثة، وإخفاء اسم الشخص، إخفاء الزر العام، حذف حالة الشخص، لون الخلفية، الحالة من شاشة الاتصال، لون خط الحالة. وعندك هنا طبعا الفقاعات والصح. وعندك هنا بقى المميزات، عندك هنا بقى إرسال رسالة مخفية، عنوان الرسالة، التأكيد قبل إرسال الملصق، الشكل الجديد لواجهة زر المرافقات، إخفاء التاريخ والاسم عند نسخ الرسالة، إخفاء أيقونة جانب المشرف، أيقونة مشرف المجموعة. عندك طبعا إظهار إشارة المنشن في المجموعات. عندك هنا رد تلقائي عند أي منشن، يعني مثلا تقدر انت تحط أي رد لما حد يمنشنلك. عندك هنا حذف جماعة دار روم. عندك هنا طبعا عرض المحادثة السريعة، موقف المحادثة. وعندك هنا طبعا الإشعارات. طبعا تم حل مشكلة الإشعارات، إن النسخة بتستقبل إشعارات على طول. عندك هنا طبعا إدارة الرسائل. عندك هنا رد تلقائي وجدولة الرسائل والرسالة الجماعية ومن قام بحظرك. تمام، انت بتفعل الزرار ده وأي حد هيحذرك هيجيلك إشعار على طول. طبعا كده، وعندك هنا طبعا إعدادات الوسائط، إرسال صورة بوضوح عالي، وإرسال فيديو بوضوح عالي، وإرسال صوتيات أكبر من 16 ميجا بايت، ومشاركة الصور بلا حدود، ومشاركة المستندات بلا حدود. وعندك هنا زيادة حجم الحالة وعرض الاستوديو. وعندك هنا طبعا النسخ الاحتياطي وتنظيف المخالفات والويدجت. وعندك هنا طبعا التحديثات. وعندك هنا طبعا حول المطور.
عندك هتلاقي لازم تكون مشترك في قناة التليجرام عشان تعرف تنزل النسخة. والنسخة مكونة بباسورد مكون من 4 أرقام، تمام. النسخة مضغوطة بباسورد مكون من 4 أرقام. الباسورد هيكون 20 30، الباسورد 20 30. وبس كده يا صديقي، نكون وصلنا لنهاية شرح النسخة. وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي يا عمر، سلام.